صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الزبدة الأصلي بطريقة سهلة جدا، وطعم ولا أروع ولا أحلى من كده بجد. أتمنى من كل قلبي تجربوا وصفة النهاردة دي وتقولوا لي بقى رأيكم في التعليقات. يلا بينا بقى نقول بسم الله ونشوف معايا ايه. أول حاجة معايا هنا زبدة لينة زي ما انتوا شايفين كده بدرجة حرارة الغرفة، طرية زي ما انتوا شايفين. ومعايا هنا معلقة من النشا ومعلقة من اللبن البودر. انا مستعملة المعلقة اللي قدامكم دي. طبعا بقت متوفرة عند جميع مستلزمات الحلواني والادوات المنزلية. ومعايا هنا نص كيلو من الدقيق المتعدد الاستخدامات، شايلة منه معلقتين. معايا هنا سكر بودر ولبن وبيض وفانيليا. اول حاجة هجيب هنا السكر والزبدة، هنقلبهم مع بعض كده لغاية لما يختلطوا كويس في الاول. وبعد كده هجيب بقى المضرب بتاعي، هضرب السكر مع البيض لغاية لما يكون معايا قوام زي الكريمة كده، قوام ابيض وهش. ولو انتوا بتشوفوني لسه لأول مرة ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو فيديوهاتي بتعجبكم وبتعجبكم ما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت لطيف منكم، وتشاركوا الفيديو مع اخواتكم واصحابكم. وكمان ممكن تقدروا تتابعوني على الانستجرام والفيسبوك. واحب اقول ان انا بشكركم جدا جدا على اخواتي الجداد والاخوات القدام اللي موجودين عندي في القناة. دايما بنزيد مع بعض كده، وان انا دايما اكون عند حسن ظنكم بان وصفاتي دايما بترضيكم وبتعجبكم. هقول بقى هنا ان الزبدة قلبناها كويس قوي مع السكر ودابت كده وادتني قوام لونه فاتح. هبتدي بقى اضيف هنا البيض واحط فانيليا عليه، وهستمر في التقليب لغاية البيضة ما تختفي معايا هنا في الخليط بتاعي. وهرجع تاني واضيف البيضة التانية وهقلبها برضو مع الفانيليا والسكر والزبدة. وبعد ما بقلب كده البيضة مع السكر والزبدة، هجيب المعلقة بتاعتي كده او الاسباتيولا بتاعتي، اقلب كده من الجناب ومن الطبق من تحت علشان اتأكد ان كله اختلط مع بعضه كويس قوي. هرجع بقى اضيف البيضة التانية كمان واحط عليها برضو فانيليا واقلبها برضو بالمضرب كده. وما نقلقش ابدا ان الخليط بتاعي اول ما بنحط عليه البيض بيتفتت كده معانا. نستمر في التقليب لغاية لما نتأكد ان هي دابت كويس قوي، هترجع قوامها كريمي كده زي ما انتوا شايفين. وهكتب لكم بقى مقادير الوصفة كلها في صندوق الوصف تحت الفيديو. ودلوقتي هبتدي بقى ازود المكونات الجافة بتاعتي هنا وهقلبها كويس مع الخليط هنا لغاية لما يتقلبوا مع بعض كويس قوي. وبعدين هرجع اضيف الدقيق بتاعي على مرتين كده زي ما انتوا شايفين. اول مرة وهقلب بالمضرب كده كويس، وارجع ازود في المرة التانية. ولما احس ان القوام بتاعي بدأ يتجمع على المضرب كده هوقف بقى المضرب وبطل استعمله. وهجيب الاسباتيولا بتاعتي واقلب بيها كويس قوي. وبعدين هبتدي بقى اضيف السوائل بتاعتي. انا هنا مستعمله معلقه ونص من اللبن. المفروض ان احنا ما نزودش عن معلقه او معلقتين من السوائل. ممكن نستعمل لبن او ميه او عصير برتقال، المتاح عندنا ممكن نستعمله. والمفروض ان احنا هنا بنلتزم بكل المقادير، انا عاملاها لكم بالجرام علشان الوصفة اولا تطلع مظبوطة، سواء مقادير السوائل او المقادير الجافة. مهمة جدا علشان القوام بتاع البسكوت بتاعنا وهو لسه عجين كده يطلع مظبوط معايا لين، علشان اقدر استعمله في القمع بتاعي وما يعذبنيش وانا بشكلها. طبعا انا برغي معاكم كتير هنا بس تفاصيل مهمة جدا جدا علشان وصفتنا تطلع مظبوطة معانا. انا عارفة هنا ان انا عمالة اتكلم كتير معاكم واصدعكم، بس مهم جدا التفاصيل الصغيرة دي عشان وصفتنا تطلع مظبوطة. دي التب اللي انا هستعملها
اللي هي بتاعت بلح الشام والإكلير، اللي هي رقم 8 تقريبا. وهستعمل معاكم كيس القماش اللي هو بيبقى متبطن بكيس بلاستيك من جوه. ده انسب حاجة للعجينة بتاعتنا دي، علشان لو استعملنا الكيس التاني اللي هو البلاستيك اللي هو بيبقى استعمال مرة واحدة ممكن يتقطع معانا واحنا شغالين. بصوا كده شكل البسكوت بتاعنا مظبوط ازاي في الصينية وهو بيتشكل معايا، وفي نفس الوقت لين وطري مش بيعذبني وانا بعمله. آه نلتزم بالمقادير، وصفتنا هتطلع مظبوطة جدا جدا وناجحة في نفس الوقت. وطبعا ما ننساش نشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 170 درجة، درجة حرارة هادية مش عالية. مدة التسوية تقريبا انا هنا علشان حجم البسكوتة بتاعي كبير خد حوالي تلت ساعة، لو مصغرين البسكوتة هتاخد تقريبا ربع ساعة ل10 دقايق. اول ما تبتدي تاخد لون ذهبي من تحت نفتح عليها الشواية علشان تاخد لون ذهبي بسيط من فوق. وده كده شكل البسكوت بعد ما استوى، طالع مظبوط جدا، لونه ذهبي من تحت واشقر فاتح من فوق، تسويته مظبوطة جدا. طبعا ريحته مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه، ولا طعمه مع شوية شاي بلبن او كوباية شاي زي ما تحبوا بتشربوا. جميل بجد. اتمنى تجربوا وصفة النهاردة دي وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله.